السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين حبايبي الحلوين في جميع أنحاء العالم. بناء على رغبة دارس اللغة الألمانية يا جماعة، النهاردة أول درس في كورس البي اينس. كورس البي اينس من الصفر بطريقة جديدة وجميلة وهتعجبكم جدا، بعيد عن الملل واللت والعجن، بعيد عن كل حاجة وحشة. النهاردة هنبدأ كورس البي اينس. وفر فلوسك واقعد في البيت واسمعني، ومن فضلك اكتب واحفظ، من فضلك راجع، من فضلك عيد مرة واتنين وتلاتة. والله كتر اللي جربوه، من كتر اللي جربوا الكورس البي اينس ده، عمر ما حد ما نجحش، والله العظيم عمر ما حد ما نجحش. نبدأ من الصفر النهاردة لتالت مرة بقولك اكتب وراجع، اكتب وايه وراجع، واسمع كلامي ونفذ كل حاجة بالحرف وبالتفصيل، عشان ما تتعبش بعد كده. عشان الكورس ده مش سهل، الكورس ده مش سهل، كورس جميل جدا وهيعجبك. النهاردة أول حاجة يا جماعة خلي بالكم، النهاردة في حاجة اسمها كاوزالي كونيونكسيونين. كاوزالي كونيونكسيونين اللي هي الروابط السببية. شكلك تخضي روابط سببية، شكلك من اسمك تخضي. يعني ايه كاوزالي كونيونكسيونين؟ الروابط السببية، ولا تخضي ولا حاجة. تعالي نشوف ايه حكايتك. خلي بالنا، دين ده احد الروابط السببية، ومعناه لأن. ومعناه ايه لأن؟ فايل معناها لأن، وده أحد الروابط السببية المقررة عليا في البي اينس. ده كمان روابط سببية، أيوة، ده أحد الكوزالي كونيونكسيونين. معناها برضو لأن. إيه ده؟ أول مرة أعرف يا خالد يا نجار إن معناها لأن. لا، ده أنت لسه ياما هتشوف العجب العجاب معايا. طيب الرابط التاني ده ايه؟ ده رابط كمان، ايوه، تسومال. ايه تسومال؟ ايه تسومال يعني ايه؟ وخصوصا وهنشوف كل الروابط دي اللي هي الكوزالي كونيونكسيون، اللي كان عمري ما فهمتها في حياتي. هتعمل معايا ايه النهارده؟ تعمل معايا ايه في المحادثة؟ تعمل معايا ايه في الاشبريشن وفي الليزن وفي الهوغن كمان وفي الشايبن؟ مهم جدا الشايبن يا جماعة. كورس القواعد طبعا، كورس القواعد مهم جدا، وبعد كده ندخل برضو في الايه، في المحادثة. بس اهم حاجة نخلص الجراماتيكال ايه الاول. نيجي لدن. تعالي يا دن، بقولك ايه، انت بتحتلي مركز كام؟ بحتل مركز صفر. تعالي يا فايل، بتحتلي مركز كام؟ لا انا ما بحتلش، انا بخلي الفعل فين؟ في نهاية الجملة. تعالي يا ضاب، بتعملي ايه في الجملة؟ انا اذا بدأت الجملة بيا وانا هيبقى معنايا هنا لان. ابدأ بيا الحديث، بس هتخلي الفعل فين؟ في الاخر. صومال يعني ايه صومال؟ وخصوصا صومال معناها وخصوصا برضو اخت لان الصغيرة. هنشوفها ازاي. طيب بتعمل ايه اذا بدأت بيها؟ هتخلي الفعل في نهاية الايه، الجملة. وعايزين نقول انها روابط بتعمل نيبنزاتس، يعني ده احد الروابط اللي هي بتعمل نيبنزاتس، يعني تخلي الفعل فين؟ في الاخر. يبقى دن تحت المركز صفر معناها لان. فايل بتخلي الفعل في الاخر. بتخلي الفعل فين؟ في الاخر. الله، ايه الجمال ده، ايه الروعة دي. فايل تعليل يا فايل، والله وغلبتك يا فايل. فايل معناها لان، ده معناها برضو لأن، بشرط هتبدأ بيها الحوار، بس هتخلي الفعل فين؟ في الآخر زي ما هنشوف. تسومال طيب معناها إيه؟ تعالى. تسومال معناها وخصوصا شبه لأن. نجيب بايشبيل على دن. دن معناها لأن. إيش كان لايدا نيشت بيتكومن. إيش كان لايدا نيشت بيتكومن. مش هقدر اجي خسارة. دن ich habe noch viel zu tun. لان انا لسه عندي شغل كتير، لان انا لسه عندي حاجات كتير عايز اعملها. ايه اللي حصل هنا؟ شفتوا دن؟ دن هنا جات احتلت المركز الايه، ولا الاول ولا التاني، احتلت المركز صفر، وبعدها هيجي ايش الضمير، وبعدها هيجي الفعل، وبعد كده في جيش تاني وراها. بما ان الفعل لو وقع في نص الجملة هنديله رقم اتنين، وقبله ايه في الاعداد؟ شاطر يا احمد. قبله واحد في الاعداد، وبعد كده قبله واحد ايه؟ صفر. يبقى دن بتحتل مركز صفر. جميل جدا. اشكال nicht mit kommenden ich habe noch viel zu tun. لان انا ايه؟ ما عندي شغل ايه كتير. طيب
فايل معناها ايه؟ الله يا فايل، فايل دي انا بحبك جدا يا فايل. فايل معناها لان، سببية برضو، كاوزال. كاوزال يعني سبب. تعالوا نجيب باي سبيل. Ich kann leider nicht mitkommen weil ich noch viel zu tun habe. شفتوا نفس المثال، بس ايه اللي حصل؟ الله، حلو قوي المثالين دول، فكروني والله بيك يا دن. المثال التاني فايل معناه ايش؟ كان leider nicht mitkommen weil ich noch viel zu tun habe. شفتوا فايل هنا جت عملت ايه؟ عملت حاجات غريبة جدا. بتكره حاجة اسمها الفعل. اوعى تقعد جنبي، خليك في الاخر. هابن فين؟ في الاخر اهو. ايه اللي عمل كده؟ مين اللي عمل المشاكل دي؟ فايل. فايل دي بتحب تقعد لوحدها فين؟ في اول الايه الجمله، وبتعمل نيبن زاتس. يعني ايه نيبن زاتس؟ يعني الفعل في نهايه الايه الجمله، اللي هو ايه؟ هابن. يبقى فايل معناها لان، وبتعمل نيبن زاتس. تمام. اهدى. 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 ده معناها لان. برضه الحكايه، طب مش انت اديتني في القطس يا خالد يا نجار ان ده معناها موجود او هنا او هناك؟ ايوه، بس خلي بالك بقى، انت دلوقتي في البي اينس يعني كبرت. يعني ايه كبرت دلوقتي؟ ده ich noch viel zu tun habe لاننا، او لانني ما عندي شغل كتير. كان ich leider nicht mitkommen. تعمدت ان انا اجيب مثال موحد عشان نعرف الايه الفرق. بصوا بدأنا بضا هنا، وبعد كده عملنا ايه؟ نيبن زاتس. دي من شروط القاسية بتاعت ضا كمان. ابدأ بيا وآت الفعل في اخر الجملة. ابدأ بيا وآت الفعل في نهاية الايه الجملة. كان ich leider nicht mitkommen. لاحظ ده هنا بدأنا بيها في الاول. تسومال، ايه حكايتك بقى تسومال؟ ما احنا كنا كويسين يا تسومال. تسومال معناها برضو شبيهة لأن، والله الألمان دول بيعملوا حاجات. طيب معناها ايه؟ يا إما فوالم دا بزوندرس دا بزوندرس فايل. الله، معناه ايه بقى الكلام ده؟ وخصوصا كل ده ايه؟ وخصوصا، ومالناش دعوه بالتفاصيل قوي. يبقى بتساوي الكلام ده. يعني انت لو شفت الحاجات دي في اي جمله في اي نص، يبقى معناها وخصوصا. بايشبيل، مثال. zumal du solltest dich nicht zu früh freuen. ما تفرحش قوي كده. ما تفرحش قوي كده. du solltest dich nicht zu früh freuen. لسه بدري. zumal وخصوصا. zumal وخصوصا. die größte Herausforderung. يعني ايه Herausforderung؟ الله، ايه ده؟ دخلنا اهو في كلمات البي اينس. تحدي. Herausforderung تحدي. zumal die größte Herausforderung noch auf dich wartet. لسه مستنيك كتير. ده انت لسه شفت حاجة. انت لسه، وخصوصا ان انت لسه ما شفتش ايه حاجة. يبقى ايه حكايتك يا تسومال؟ تسومال نفس الدور اللي بتلعبه ايه؟ فايل. نفس الدور اللي بتلعبه ايه؟ فايل. طب فايل معناها ايه؟ لان، وبتعمل نيبن زاتس. بتعمل ايه؟ نيبن زاتس. الله، ايه الدرس الجميل ده؟ كان درس حلو جدا. تعالوا نشوف بقى الايبونج. درس حلو، يبقى تحل معايا بقى. اختار الرابط المناسب. ich bin gestern nicht mitgekommen. ما جيتش امبارح. ما جيتش امبارح. ich viel zu tun hatte. نختار ايه بقى؟ هدور على الفعل هنا. فين الفعل؟ denn بتعمل نيبن زاتس. ناين. فايل بتعمل نيبن زاتس. يا ديسهالب بتعمل نيبن زاتس. لا. طب ديسهالب معناها ايه؟ علشان كده. ديسهالب معناها ايه؟ علشان كده. يبقى نختار هنا ايه؟ يلا. اوكي، فايل. ليه؟ عشان الفعل فين؟ في الاخر. الفعل فين؟ في الاخر. يبقى ich bin gestern nicht mitgekommen weil ich viel zu tun hatte. عشان كان عندي شغل كتير. ich bin sehr müde. ich bin sehr müde. انا تعبان جدا. ich letzte Nacht nicht gut geschlafen habe. يعني انا تعبان جدا، انا ما نمتش امبارح. يبقى فين؟ دن وفايل معناها لان، نفس المعنى. الله، طب وداغوم دي معناها ايه؟ علشان كده مش هتنفع خالص، لان دي بتخلي الفعل في المركز الايه اللي وراها على طول. بتقف في الطابور ورا الايه، قبل الايه الفعل ايه على طول. عشان كده بنسمي ده رابط احادي. الله، ده انت شرحت لي كل الروابط على كده الاحاديه كمان. دن معناه لان، فايل معناه ايه الفرق؟ دن بتخلي الفعل في النص، وفايل بتخلي الفعل فين؟ في الاخر. يبقى على طول ناتولش طبعا نختار ايه؟ فايل. ich noch viel zu tun habe. علشان انا مشغول. werde ich erst spät kommen. werde ich erst spät kommen. عشان انا مشغول. انا سوف اتي متاخرا. يعني هاجي متاخر شويه. دين دا فور. طبعا ايه اللي جابك يا فور هنا؟ انت ايه علاقتك بالموضوع اصلا؟ فور ده انت معناها
قبل، فور معناها قبل، ايه حكايتك؟ لكن دن معناها ايه؟ لان وضا معناها ايه؟ انا فاكر لما قلت لك ضا تبدأ بيها الجملة، صح كده؟ ومعناها ايه؟ هتديك معنى لان على طول. بريما. Deine heftige Reaktion verwundert mich sehr. والله انت رد فعلك عجبني جدا. رد فعلك القاسي، heftige القاسي، heftige القاسي، Reaktion رد فعل، verwundert mich sehr ادهشني. Das alles schon bekannt war. das alles schon، وخصوصا ان كان كل شيء معروف، يبقى تمام وخصوصا. ايه ده؟ صومال طلعت رابط، ايوه مش الصومال اللي هي البلد، لا صومال، صومال. الله، ده درس جميل جدا. ايه حكايه روابط السببيه النهارده بقى؟ عيد الفيديو تاني. Ich kann leider nicht mitkommen، مش هقدر اجي للاسف. Ich habe noch viel zu tun، نفس المثال يا جماعه عشان نعرف. ده فايل دين، نختار ايه؟ اكيد عرفته طبعا، اكيد عرفته. فين الفعل؟ ابحث عن الفعل، فتش عن الفعل. هابي يبقى على طول دين، هابي في النص، يبقى تاخد دين الرابط الصفري. طب معناها ايه؟ معناها ايه؟ لان كده خلص ايه اول نقطة في الكوزال، او اول جزء في الايه في الكوزال. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير اذا عجبكم الفيديو، وتدعوا لي دعوة حلوة. كان معاكم خالد النجار، بيست سوم نيكست مال تشوس.